ازيكم يا حبايبي؟ اهلا بكم في قناه ام بوسي. قبل ما نبتدي الكلام ما تنسونيش بقى في احلى لايك منكم واشتراك وفعلوا زر الجرس واعملوا مشاركه عند اصحابكم وحبايبكم عشان قناه ام بوسي تكبر وتبقى اكبر قناه على اليوتيوب ونبقى احلى اخوات في الدنيا. النهارده بقى هنعمل احلى طبق كشري من ايد ام بوسي، احلى من كشري المحلات. بسم الله ما شاء الله، طالع جميل. ونبتدي بقى. اول حاجه هنبتديها معانا الصلصه. هنبتدي بالصلصه. جبنا الحله وحطينا فيها شويه زيت، شويه زيت محترمين كده. على فكره انا عامله يعني طماطم كميه، مش عامله شويه صغيرين عشان ياكلوا وياخدوا كماله تاني. جبنا شويه زيت. بعد كده فرمنا شويه توم محترمين. ليه بقى؟ هناخد 3/4 كده للطماطم، لصلصه الطماطم، ونسيب الشوية التانيين دول للدقة. هنمسك بقى شوية التوم دول هنحمرهم، هنخليها سفيري مش هنحرقها، سفيري بس كده. كده بقت سفيري اهي. شامين الريحة؟ ريحة التوم دي بتودي على آخر الشارع. جبنا بقى الطماطم، كنت أنا فرماها ومجهزاها. جبنا الطماطم هنديها تقليبها بقى، الزيت بالثوم هنقلبهم في قلب الطماطم. بعد كده بقى هتحط ايه يا ام بوسي؟ هنحط البهارات. انا حاطه بابريكا وشطه وكمون وملح. بابريكا وشطه وكمون وملح. في ناس بتحب تحط كزبره، انا ما بحبهاش في قلب الكشري. شطه وكمون وبابريكا وملح بس. قلبناها برضك كويس قوي كده. وقبل ما نطفي هتحطي ايه يا ام بوسي؟ هنحط 3/4 فنجان خل كده. ما تكتريش الخل عشان الخل بيمرر الطماطم. هو انا حاطه شويه خل حلوين ليه؟ عشان انا عامله كميه طماطم اصلا. عشان مش هناكل منه مره واحده وبس كده، لا. فانا حاطه خل على قد الطماطم اللي انا طحناها. كده بقى جبنا الحله دي انا عاملاها للسلق، هي متقشره من جوه. انا سايباها للسلق، اسلق فيها اي حاجه بتتسلق. الطقم الازرق ده. كده بقى جبنا كيلو مكرونه، ربع سباكيتي وكيلو وكيلو الا ربع صغننه. كيلو الا ربع صغننه وربع سباكيتي. في ناس بقى بتجيب صوصات، بتجيب مكرونه من اللي هي الكبيره دي يعني. ده اختياري برضك، انت بقى انت وراحتك. ده كيلو الا ربع صغننه. لو قلبناها عشان هي بتلزق في بعضها، لازم تقلبيها اول ما ترميها في الميه. بعد كده هنقلبها بقى، نقلبهم الاتنين في بعض تقليبها حلو. ونسيبها بقى تدبل في الميه كده. دي مكرونه غاليه انا بجيبها سايبه. بسم الله ما شاء الله، عجينتها جميله. انا متكلمه عليها في اي فيديو منزله في مكرونه. دي سايبه. انا بجيب السايبه ليه؟ عشان بيبقى كيلو صافي. اما بروح اجيب النص كيلو اكياس، الكيس بيبقى 400 جرام او 350 جرام، ما بيبقاش فيه بركه. اما الكيلو السايب بيبقى كيلو صافي. ودي عجينتها جميله يعني، مش من اللي بتعجن او بتنشي كده، لا. عجينتها جميل. شفتوا طالعين مفلفله ازاي؟ كده بقى صفيتها في المصفى وحطيت عليها ميه ساقعه، وهسيبها بقى في المصفى تصفي الميه اللي فيها. طالعه مفلفله وجميل، اسمها غاليه. كده بقى جبنا حله هتعملها ايه تاني يا ام بوسي؟ جبنا حله هنحط فيها شويه زيت صغيرين خالص، وهنجيب المكرونه اللي احنا سلقناها هنقلبها في قلب الزيت ده. هنغطي كل مكرونايه بالزيت. ليه بقى؟ انت لو سبتها في المصفى كده بتتقمر، بتلزق في بعضها. هتيجي تغرفي في الطبق مش هتتغرف معاكي. لازم انت سايبه عليها ميه تاني. ففكره ان انت تحطها في نقطه زيت وتقلبيها، دي بتخليها معاكي مفلفله على طول. طبعا احنا بنسيبها في الحله كده، لا عليها طماطم ولا عليها حاجه. فلازم نغلفها بالزيت كلها. هتيجي تغرفي بقى تلاقيها مفلفله في قلب الطبق وانت بتطلعي. وهنركنها بالحله كده.
هنقلبها كويس أوي بحيث ان الزيت يغطي المكرونة كلها. هي هتفضل بقى مفلفلة معانا كده. ده كيلو مكرونة. انا عاملة طماطم اكتر من ان انا اسلق عليها كيلو مكرونة. ليه بقى؟ انا بسلق المكرونة دي يعني ايه بالطلب كده. اجي اغرف بقى، اجي بقى لو عوزت تاني اسلق هسلق، ويبقى عندي الصلصة ويبقى عندي الدقة وحاجة الكشري. بس المكرونة انا ما بسلوش كمية. كده قلبناها وبقت حلوة اهي. كده بقى هنخش على ايه بقى مقدم. الحلة دي بتاعت ايه؟ بتاعت الشعرية. انا بعمل الشعرية لوحدها. في ناس بيعملوا شعرية على رز. دي برضك شعرية سايبة، الكيلو بيبقى كيلو صافي. انا بحب اجيبها كده، الكيلو بيبقى فيه بركة. التاني الاكياس دون بيبقوا يعني ممكن يطلع كيلو الا ربع، يعني وزنة الكيسان يطلع كيلو الا ربع. وجميلة والله، يعني الكيلو بيبقى صافي وعجينتها حلوة اصلا. كده انا ايه، انا وزنت نص كيلو شعرية هعمله محمرة. انا بحبها ايه مديه على بني كده. على فكرة الكاميرا مغمقاها، هي فاتحة شوية عن الكاميرا. بقت بني معانا هي. كده بقى نحط عليها ايه شوية مية سخنين ونقلبها حلو ونحط عليها الملح. كده بقى هنقلبها وهنغطي عليها. هنغطي عليها تشرب ميتها، واول ما تشرب المية نكشف عليها بقى ونقلبها تاني. هو الكشري المصري دوت إيه، العيال قاعدين عاوزين كشري. يعني لو كل واحد جاب ب20 جنيه هتلاقي نفسك عديت ال100 جنيه كشري. اي نعم الكشري دون متكلف، بس مش هتاكلي منه طقة واحدة. يعني انت ممكن تبعتي تجيبي طلب من بره هتاكلي منه مرة واحدة وخلاص كده. ده ممكن تاكلي مرة واتنين وتلاتة كمان. يعني التوفير في كده ان انت ممكن تاكلي منه مرة واتنين وتلاتة. كده اتشربت اهي وطالعه مفلفله معانا وزي الفل. تسلم ايدك يا ام بوسي. كده بقى هنغطي عليها بقى كمان. كده اتشربت، هنغطي عليها كمان بقى تستوي خالص، تدي السوا ايه معانا كله، السوا يبقى كامل. كده استوت بقى وخلاص. دخلنا على ايه بقى؟ على العدس. العدس دون نص كيلو عدس. نص كيلو عدس بجبه. إيه اسمه؟ عدس بجبه. في عدس اصفر وفي عدس بني زي دون كده، ده اسمه عدس بجبه. هنسلقه بقى. انا كنت نقعاه في الميه دي بقاله بتاع ساعتين. كده بقى حطيناه في الحله بتاعت السليه اللي انا بسلق فيها، وهنحط عليه ميه سخنه ونحط عليه ايه 3/4 معلقه ملح كده. اتشرب اهون وبيرقص في قلب الحل. انا ما بحبوش مهري قوي، يعني باجي اكله كده بحبه يكون ايه مش تسويه قوي كده، ما يبقاش مهري. كده استوى معانا العدس اهون بقى. هناخده ونصفيه في قلب مصفى. هنصفيه في قلب الحوض ونرش عليه برضك ايه ميه ساقعه كده. هو وحشة الكشري دون في الحلل، كل حاجة بتتعمل في حل. بس العيال اليوم اللي بعمله فيه والله بيبقوا مبسوطين منه. حطينا عليه ميه ساقعه بقى وهنسيبه برضك ايه، نحط تحت المصفى طبق ويتنوا بقى يصفوا ميته مع نفسه كده. جيتي بقى اللي بقى يا ام بوسي، دي الدقه. خدنا شويه التوم اللي احنا حشناهم من توم الصلصه، وهنحط عليهم اللي في الفنجان دول 4 ليمونات. ده عصير 4 ليمونات. توم وعصير الليمون وايه ونص فنجان خل كده. ليه؟ عشان انا عامله كميه برضك دقه على قد الصلصه اللي انا عاملاها. في ناس بقى بيجوا يحطوا بقى كمون مع التوم وبيحطوا كزبره ولا.
انا باخد كبشه صلصه من اللي انا عاملاها للكشري واحطها في قلب الدقه دي. الصلصه طبعا فيها بابريكا وفيها توم وفيها كمون، يعني فيها كل حاجه انا عاوزاها. خدت كبشه وحطيتها على عصير الليمون دون وعلى التوم، وحطيت عليها كوبايتين ميه سخنين. هنسيبها بقى شويه كده التوم ينزل ريحته في قلب الميه، وقمت مصفياها من التوم، يعني ما بتخليش الدقه التوم في قلبها. ليه بقى العيال بيجوا ياكلوا يطلعوه ني كده ببقهم؟ لا، كده انا عاملاها ميه صافيه. صفيتها بقت دقه زي والله تحفه. جربيها كده وتحفه، وما تحطيش فيها توابل ولا اي حاجه. هاتي كبشه طماطم من اللي انت عاملاها وحطها في قلبها، مش كبشه بقى، على قد الدقه اللي انت عاملاها. وأمنتي كده بقى تحطي ايه بقى. كده بقى جينا لايه بقى للتقليه. تقريبا بيقولوا عليه اسمه ورد في المحلات، طبق ورد. يعني كنت اسمع زمان ان هم يقولوا إيه عايز طبق ورد معاه. كده بقى حطيناه في الطاسه، حطينا الزيت يكون كتير كده. حتى لو فاض زيت انا ما برموهوش، يعني ما حد الزيت الايام دي غالي وما فيش حاجه بتترمي. الزيت ممكن تطبخي بيه اي طبخه تانية، تستعمليه في اي حاجه، تقلي فيه بطاطس، تقلي فيه بتنجان، يعني بتستعملي برضك اللي يفض منك ما بترموهوش. كده بقى جبنا البصل، هتنك بقى تدخلي من الحروف على نص الطاسه كده. ليه؟ البصل بيتحمر من الحروف وبيفضل ابيض من النص، فانت ايديك تفضل في البصل تقلبي ما تسيبهوش، ولا تسيبيه تروحي في حته ولا تسهي عنه. البصل بالذات تتنك ايدك فيه، هو يعني ما بياخدش وقت. كده اتحمر معانا هون وبقى زي الفل. يا سلام عليكي يا ام بوسي، عليكي تحميرة بصل. دول بصلتين صغيرين كده انا قطعتهم وعملتهم. هنصفيه كويس بقى بالمصفى، وهنحط تحتيه مناديل. ليه؟ عشان المناديل تمص، لو في زيت تمص، يبقى البصله معاكي مديه على قرمشه بسيطه كده. كده جينا بقى للعيش المحمص. العيش المحمص دون بيبقى في المحلات الطبق فيه حتتين ب3 جنيه. بس بصراحة العيش دون مصاص دماء، مص زيت، يعني بيمص زيت جامد. خد زيت كتير بصراحة، يعني بيشرب زيت كتير. كده بقى اصفر اهو. هنقلبه بقى على الوش التاني، ما تسيبوش يتحرق منك عشان بيتحرق بسرعة. الكشري ده ما بنعرفش ناكله الا بالعيش ده، بيبقى تحفة جنب الكشري. هو عامة احنا ما بنشبعش من المكرونة لوحدها، لازم يكون جنبها عيش كده. وساعات بيسخنوا عيش ابيض من دون، يسخنوه عادي كده وبياكلوه، زي في ناس بياكلوه بالعيش كده، بياكلوا الكشري بالعيش. بس انا يعني بعمل لهم العيش المحمص ده جنب الكشري على طول. هو تحفة بصراحة، يعني انا معرفش اكل الكشري الا بيه. كده بقى صفناه هون، وهنرص رصة تانية. طبعا عامله لهم 3 ترغيف، انا مقطعه 3 ترغيف، ولو عوزنا بعد كده بقى برضك اعمل لهم تاني. برضك هتتحمص ونقلبها على الوش التاني ونشيلها بقى نصفيها. كده طلع الطبق معانا هون. الطبق ده بره هتلاقيه بقد كده، يعني الطبق بره ب3 جنيه صغنن، فل صغنن كده ب3 جنيه. ده يعني ممكن تجيبيه من بره، يعني بفلوس يعني جامده. كده بقى زي الفل اهو. نرش بقى عليه ملح وكمون، لازم ترش عليه ملح وكمون، هو ده اللي بيديه طعم اكتر. جميل ولون اصفاري وزي العسل. ام بوسي بتعمل كل حاجه زي العسل. كده بقى عملنا انا كنت عامله شويه رز يجي ربع كيلو كده، بس ما اعرفش تصويره راح فين. احنا عامه يعني ما بنحبش الرز في قلب الاكل، في قلب الكشري دوت ما بنحبش الرز في قلب الكشري، بس انا عملته كده يعني كمالة في قلب الفيديو كده. الشعرية معانا مفلفلة هي،
على فكرة الشعرية بعد ما تقلبيها ما تحطيش عليها الغطا، عشان بتتقمر وبتبقى جالسة كده اما بتيجي تغرفي منها. لا، خليها مكشوفة بعد ما تستوي، وتاني قلبي ايه، كل ما تعملي حاجة وتلفي لفتك في المطبخ ارجعي قلبي فيها تقليبة. هتيجي بقى تغرفي منها مش هتلاقيها مكمورة، هتلاقيها مفلفلة في ايدك. والصلصة هي انا عاملة شوية صلصة حلوين، يعني يكفوا كام مرة ناكل كام مرة. وده نص كيلو كشري، شفتوا الدقة جميلة ازاي من غير توم. انا صفيت منها التوم يا دوبك ايه نزل فيه طعمه وريحته وخلاص. ده البصل معانا هون بقى. وادي طبق العيش، تحفة العيش ده تحفة. يعني ما اعرفش اكل الكشري ده الا بالعيش ده، والعيال برضه. ودي حلة رز، ده يجي ربع كيلو رز، شوية صغيرين خالص كده. ده رز ابيض. عايزة تعملي رز بشعرية على بعضه اعمليه، بس العيال ما بيحبوش الرز اصلا. في ناس بيعملوا رز بشعرية وفي حلة واحدة. في ناس بيحطوا كزبرة في الكشري ده، وانا ما احبهاش برضو. كده يبقى الكشري معانا كمل كله. طبق كشري بقى زي الفل اهو. لو طبق زي ده جايباه من بره يتكلف كام؟ انت بتروحي تجيبي الطبق صغنن كده ب 15 جنيه، عايزه ب 20 جنيه، والله بيبقوا معلقتين. هو دون متكلف، بس هتاكلي منه بدل المرة 3. جميل يعني. ومكترة الليمون، حاطة ليمون كتير وحاطة خل. ما انا بقول لكم ليمون كتير طعم خطير مع ام بوسي. جميل والله، وريحته تحفة، ويعني ريحة الكشري دي بتوصل لفين. والعيش زي العسل ومحمص وحلو. تعالوا كلوا معايا بقى. طالع حلو. انا حاطه فيه دقه كتير، انا بحب الدقه كتير في قلبي، فعشان كده تلاقوا ايه، تحس ان هو ايه كده ادهم. بقى اصطاد الطبق اللي انا كنت عاملاه. ادهم كان جاي من بره اصلا، وقع من الجوع. انت عامله ايه يا ماما؟ ريحه الشقه كشري. ساعه ما بيخشوا يشموا ريحه الكشري في الشقه اكن العيال طبخه حله لحمه. مسك قرن شطه قرنقوطي حراق احمر، ومع ان حاطه شطه في الصلصه، إيه، وياكل في قلب قرن الشط. هو بيحب الشطه ادهم. ده ادهم ابني الكبير، ربنا يبارك لي فيه يا رب. قلت له تعالى اما اختم بك بقى الفيديو كده يا ادهم. اضرب 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 يا ابو الادهيم. وكده يبقى فيديو النهارده خلص، ويا رب يكون عجبكم. وما تنسونوش بقى في احلى لايك منكم عشان قناتي تكبر بيكم ونبقى اكبر قناه على اليوتيوب. وباي باي.